في صور كتير ظهرت للملياردير اليوناني ايفانجيلوس ماريناكيس وهو ماسك ايفون شكله قديم، وغالبا ايفون 7 بلس او ايفون 8 بلس. عموما اجيال قديمه من شركه ابل تم اصدارهم من 2017 وتم ايقافهم رسميا بشكل رسمي سنه 2020. تعال احكي لك القصه بايجاز. اولا، ايفان شخص عنده 75 سنه، رئيس انديه كرويه وقنوات اعلاميه وغيره من مصادر الدخل، وبناء على مصادر موثوق منها جدا ان ثروته بتوصل ل 5 مليار دولار تقريبا. ومش بس كده، لا طبعا ده من ضمن اغنى 1000 شخص حول العالم، ولو اردنا الدقه معلم هتلاقيه في المركز ال 730 عالميا. ناس كتير قوي استغربت ان راجل ملياردير ولسه ماسك ايفون موديل قديم جدا. الموضوع قلب ميم على السوشيال ميديا وحاجات كتير قوي حصلت، ونقطه تعجب كبيره فعلا، اللي هو ده شخص ثروته بمليارات حرفيا، فليه وازاي استخدم ايفون قديم بالشكل ده؟ كومنتس كتير قوي من النوع ده. كبيرة قوي من الناس شايفه ان الموضوع من باب التواضع وانه مش فارق مع الشكل، بس في نفس الوقت في كومنت الصخره كتير قوي. وبعد ما الصوره دي تحديدا انتشرت بشكل كبير قوي بدات اشاعات تظهر، بوستات بقى يا معلم هتلاقيها على الانستجرام، فيسبوك، تويتر. من اهم البوستات اللي شفتها ان الراجل ده بيستخدم موبايل قديم علشان اكثر امانا وما فيهوش تتبع بالذكاء الاصطناعي وهكذا. ولو افترضنا ان الموبايل ده فعلا اكثر امانا وما فيهوش تتبع بالذكاء الاصطناعي زي ما البوستات دي بتقول، وده حاجتين اعتقد انها هتفرق كتير قوي مع راجل تقيل زي ده، وده علميا مش دقيق طبعا. ماسك موبايل من 2017 في زمن الناس كلها بتتلاف على انها تجيب افضل ايفون في العالم. ثروته اكبر دليل على انه لو عايز يشتري افضل موبايل في العالم هيقدر يشتريه عادي، ومع ذلك ما عملش كده ولا اشترى اي موبايل من الاجيال الجديده. ده مش معناه طبعا ان الموبايلات الجديده ما فيهاش اوبشنز تميزها عن الموبايلات القديمه اطلاقا. الاجيال الحديثه دايما فيها اوبشنز بتميزها تخليك تتوجه ليها، غير بقى ان الشركات حاليا بقت مبدعه في التسويق والاعلانات من غير اي حاجه اصلا بتزود رغبتك في انك تشتري المنتج بتاعه. الشركات حرفيا قادرين يقنعوك ان الموبايل الجديد ده افضل بمراحل من الجيل اللي نزل السنه اللي فاتت. يعني اقرب مثال لده ابل كل سنه بتنزل باصدارات جديده من الموبايلات تحديدا في شهر 9، فقارن بقى يا معلم، قارن الاصدار اللي نزل السنه دي بالاصدار اللي فات او اللي نزل السنه اللي فاتت، هتلاقي الفروقات طفيفه جدا، هتلاقي ابجريد طفيف جدا مثلا ممكن يكون حصل في الكاميرا، هتلاقي مثلا بعض المميزات اللي موجوده في الجيل الحديث مش موجوده في الجيل اللي فات من الموبايل ده. الاختلافات مش كبيره للدرجه اللي تخليك تجدد فعلا. بص من الاخر المميزات اللي اتضافت في الجيل الجديد انت كده مش هتحتاجها، يعني معالج اقوى نسبيا من الحاجات اللي بيحصل فيها ابجريد كل سنه، وخليني اقول لك انت كمستخدم عادي مش هتحس بالفرق ده تماما. ممكن مثلا يضيفوا ميزه او ميزتين من الذكاء الاصطناعي وانت اصلا في الاستخدام اليومي بيه بتستخدمه. باختصار وملخص لكلام كتير قوي، مش لازم يكون معاك احدث ايفون علشان تبان ناجح او مهم، مش لازم تجري ورا كل تحديث يا معلم. القيمه مش في الجهاز، القيمه في استخدامك انت ليه. معلش بس نرجع للصوره تاني بتاع الراجل الملياردير ده. الصوره كمان بتوضح حاجه مهمه جدا داخل اطار موضوع ان هو ماسك سماعات سلك عاديه، مش ايربودز مثلا ثمنها 200 دولار ولا حاجه. ده اكبر دليل يا جماعه ان الراجل ده بيفكر بالعقل والعملي مش بالمظاهر. ايفون 7 او 8 تمام طول ما الجهاز كويس وشغال معاك وبيخدمك، مش لازم تنزل تشتري كل سنه موبايل جديد. وبلاش تتاثر بكلام الناس، انا على اقتناع تام ان احنا في زمن بيقيسوا فيه قيمه الشخص بالموبايل اللي في جيبه، وده لحد ما شفنا ايفان، وده اختصار اللي اسمه الكبير قوي ده لان لحد دلوقتي والله انا مش عارف احفظه فمشي الدنيا معايا. وطبعا بعد ما شفنا الراجل ده الموضوع اختلف تماما. الغريب يا جماعه بجد انا اعرف كميه ناس لازم تجدد كل سنه، مش علشان الجهاز مثلا باظ لا قدر الله ولا حاجه، لا يعني في ناس حقيقي بتحسبها ان انا مش عايز ابقى اقل من الناس، مش علشان الفيتشرز اللي الموبايل ده بيقدمها، لا وده غلط. طيب بالنسبه لي انا امتى هغير موبايلي؟ في اكتر من معيار طبعا. لو الموبايل بتاعي وصل لهم بالفعل لا انا لازم اغير بالفعل. وتنويه مهم حابب اتكلم فيه ان انا هكلمك كمستخدم عادي مش كمستخدم منشئ محتوى تصوير بقى ومونتاج والكلام ده، لا كمستخدم عادي. اول حاله وهي ان الجهاز بقى بطيء جدا وبدا يهنج، وفي الغالب اغلب الموبايلات حاليا علشان توصل لنقطه التهنيج دي محتاجه على الاقل خالص 3 4 سنين من الاستخدام. ممكن ده يبقى عمر الاندرويد، عكس الايفون ممكن يوصل معاك ل 6 7 سنين. تاني حاجه التطبيقات المهمه بالنسبه لي واللي بستخدمها بشكل يومي ما بقتش تشتغل على الموبايل. البطاريه بقت ضعيفه اقل من 80% مثلا. الكاميرا مثلا ما بقتش مناسبه لاحتياجاتي، تصوير شغل او محتوى زي كده. وبالمناسبه دي النقطه الرئيسيه اللي خلتني اعمل ابجريد من موبايل سعره 4000 جنيه حرفيا لايفون 11 برو ماكس. غير كده انا ما كنتش هعمل ابجريد ولا كنت هشتري موبايل تاني اصلا. غير كده انا اصلا ما كنتش هعمل ابجريد وهلعب دايما في الفئه السعريه دي. يعني خلينا واقعي معاك، مفيش حاجه ب 4000 جنيه حاليا، فممكن العب في حته ال 7000 جنيه 8000 جنيه، اقصى حاجه 9000 جنيه مش هتخطى الفئه السعريه. وكل دي معايير حقيقيه تغير موبايلك بسببها، ده منطقي. لكن اللي مش منطقي اغير موبايلي علشان شكله قديم، ده مش سبب. الشركه عملت اعلان رهيب، ده تسويق يا معلم مش احتياج. اشتري مثلا الاصدار الجديد علشان والله حصل فيه ابجريد في حته الكاميرات. انت لو معاك ال 15 برو ماكس يا معلم، ده اكبر مثال يعني على الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده. لو معاك ال 15 برو ماكس ورحت بعته وجبت ال 16 برو ماكس اللي لسه نازل من كام شهر ده، انت مش هتحس بفروقات كبيره. الخلاصه يا معلم ان لو موبايلك القديم شغال كويس، بيصور، بيفتح ابلكيشنز السوشيال ميديا عادي تمام،
فليه تغيره؟ فاهم؟ قرارات الشراء لازم تبقى مبنيه على حاجات حقيقيه مش ضغط اجتماعي. التكنولوجيا بتتطور بالفعل ولكن احتياجاتك ممكن تكون ثابته. اللي بيحصل يا معلم انك بتروح تشتري موبايل معدي ال $1000 ولا حاجه وبتكتشف فيما بعد ان هو بيقدم نفس اللي بيقدمه موبايل بنص سعر، باستثناء طبعا بعض الفيتشرز اللي الموبايل الاغلى بيقدمها، فيتشرز او مميزات انت اصلا مش بتستخدمها، انت كمستخدم عادي فعليا مش بتستخدمها. اقرب حاجه لده يلحق يا معلم موبايل لسه نازل جديد بكاميرا 200 ميجا بكسل ولا حاجه، ومش بس كده كمان لا ده بيقدم 100 اكس زوم اوبتيكال. سؤال بسيط بس ومن فضلك ترد عليها بكل صراحه، هل انت محتاج كاميرا بالكواليتي ده؟ انت كمستخدم عادي اكيد لا، هي مجرد صوره انت بتتصورها وتنزلها على الانستجرام وبس كده. سؤال تاني معلش، الموبايل ده بيقدم شاشه 240 هرتز مثلا، هل انت كمستخدم عادي محتاج العدد الكبير ده؟ اكيد لا. انت لو جيمرز او كل اهتماماتك متعلقه بحته الجيمز دي كمستخدم عادي هيكون بالنسبه لك ال 120 هرتز كويسه جدا، واي موبايل حاليا بيقدم ال 120 هرتز عادي. الشركات العالميه بطبيعتها بتتكلم على مميزات في الجيل الجديد وارقام قد ايه هي هتفرق معاك بالفعل، وفي الحقيقه موبايلك اصلا بيقدر يغطي 80% من الامكانيات اللي موجوده في الجيل الجديد، مش هتحس بنقله نوعيه صدق. المبهر في الموضوع ان بدات الشركات تهتم بانهم يدوك اكبر عدد تحديثات ممكن في موبايلاتهم. زمان الكلام ده كان بينطبق على الموبايلات الفلاج شيب فقط، الارقام دي فعليا ما كناش بنسمعها في موبايلات الميد رينج او اللي تحت ال 10000 جنيه. سامسونج وابل وجوجل من الشركات اللي بتقدم ده لعدد سنوات كتيره من التحديثات، فليه ادفع اضعاف ثمن الموبايل اللي معايا علشان زياده في الاداء او اداء الكاميرات بشكل عام؟ وهنا والله انا مش قصدي انك ما تشتريش موبايلات جديده، لا انا قصدي انك كمستخدم عادي بتستخدم المكالمات الواتس والفيس والانستجرام الحاجات الخفيفه دي، موبايل ب 5000 جنيه ولا حاجه بيقدر يقوم لك بالمهام دي. موبايلك حرفيا لو اقل من 5000 جنيه كمان هيقدم لك كل ده، موبايل فعليا هيقدم لك كل حاجه. فانت ليه يا معلم تروح تشتري موبايل بسعر 40000 جنيه مثلا مش هتستغل 30% من قدراته؟ فاهم ومقتنع ان الجديد والاغلى دايما افضل، ولكن مش افضل بالنسبه لك انت كمستخدم عادي. الموبايل الغالي بيديك مميزات زياده ولكن مش ضروريه. انت مش مصور سينمائي يا معلم علشان تحتاج كاميرا برو ماكس ولا حاجه، مش مطور العاب علشان تحتاج لمعالج خارق. وبعيدا عن كل ده الابجريدز او التطوير مش بيخلص، التكنولوجيا دايما في تقدم، وزي ما قلت لك في بدايه كلامي ان ممكن تكون احتياجاتك ثابته. افكر بالمنطق طبعا وبلاش تستسلم للاعلانات والضغط الاجتماعي. قبل ما تاخد قرار الشراء في موبايل غالي نسبيا لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا، هل الامكانيات اللي موجوده في الموبايل دي هستخدمها؟ لو جاوبت بنعم اكيد ما تترددش ابدا انك تاخد خطوه الشراء. ولو حالتك الماديه كويسه طبعا عيش يا باشا حياتك وهات احدث اصدار دايما عيش. وبس كده يا معلم، لو عندك اي كومنت او اي تعليق عموما اكتب لي تحت في الكومنتات هرد عليك اكيد. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.